ربك قال للناس ادعولي علشان هو كريم وبيدي. وفي رمضان الناس بتصلي تملى المسجد في التراويح، وإمامهم يدعي وبيعيط واللي وراه بيقولوا أمين. عارفين كانوا بيدعوا بإيه؟ كانوا كل صلاة بيقولوا: يا الله رجع لينا صلاح الدين، يا الله ده احنا بشوق مستنيين، يا الله لو جالنا هنقوم واقفين، يا الله نمشي وراه ونكون طايعين، يا الله ونحرر شعب فلسطين، يا الله بس يجيلنا صلاح الدين، يا الله. ربك دايما رب قلوب، بيحب العبد اللي بيطلب. وما لقى الملايين بيقولوا رجع لينا صلاح الدين، سبحانه حقق رغبتهم، ولقينا الأرض بتتشق. قدرة ربك مين هيكذب ويقول لأ؟ ولقينا فارس من نور وحصانه بيجري وبيدور، ولقينا فارس متعافي. استعجبنا وسألناه: انت اسمك ايه؟ قال بالفصحى: أنا يا قوم صلاح الدين، قد أحيينا الله القادر حين دعوتم أن يبعثني الله إليكم. ها أنا ذاك قد جئت إليكم، لكن نبئت بأخبار عنكم سيئة للغاية. كيف رضيتم أن ينتهك الأقصى فيكم؟ كيف سمحتم للأعداء بهذا الأمر؟ كيف قبلتم عيش الذلة بين الناس؟ إني مت وأرض القدس مطهرة من كل خبيث، وتركت الأقصى من زمن منصور مرفوع الراس، فتنازلتم أنتم عنه للأنجاس. لكن لا بأس، قد عدت الآن، وسنرجع جيش الإسلام، جيش سوف يقود العالم، أنتم جنده. هيا قوموا، سوف نحارب حتى الموت. هل من أحد يبدي رأيا فيما قلت؟ كل الناس كانت في ذهول من اللي بيحصل. واحد فيهم اتقدم لصلاح الدين قال: اسمح لي، انت صلاح الدين وانا عارف، لكن آسف ما اقدرش احارب وياك. احسن انا على وش جواز، عايز اشوف لي يومين في الدنيا، ابقى عريس افرح واتمتع واهيص، لكن حرب سلام عليكم انا مش فاضي. واحد تاني قال: اسمح لي يا عم صلاح اني ما اروحش الحرب معاك، اصلا انا غلبان، عندي عيال عايز اربيهم وانا غلبان، بقطع من جسمي وبديهم، لو رحت معاك افرض يعني مين هيأكلهم من بعدي؟ مين لو رحت معاك يراعيهم؟ انا عارف ربنا موجود، هو اللي بيرزق مش احنا، بس انا خايف، والبركة في باقي الرجالة، هم يسدوا مكاني هناك، وانا هدعيلكم كل صلاة. واحد تاني قال: انا تاجر، عندي المصنع والدكان ومشاغل اشكال والوان، ابقى عبيط لو سبت مشاغلي وجيت وياك، لكن هبقى معاكوا بقلبي. واحد رابع، واحد خامس، سادس، سابع، عاشر، 1000. كل الناس قالوا: اسفين، روح وحدك يا صلاح الدين، علشان احنا مش فاضيين لا لجيشك ولا لفلسطين. ايه يعني اقصانا سجين؟ ما هو في السجن بقاله سنين، لو بالحرب هننصر دين يبقى خلاص ما احناش عايزين، احنا هنقعد منتظرين وهندعيلك بالملايين. يا الله ابعد عنا صلاح الدين، يا الله احنا بحالنا كده راضيين، يا الله. بعد ما قالوا كل كلامهم بص صلاح الدين بعينيه، ملقاش ولا واحد حواليه. يعمل ايه؟ الارض اتشقت من تاني علشان تاخده، مرضيش ينزل تحت الارض، عايز يعمل حاجة في باله فوق الارض. غير لبسه ولبس زي شباب الخنس، نفس الشكل ونفس اللون، كان متغاظ من كل الناس اللي سابوه. جمع غيظه تحت هدومه ودخل وسط كلاب الارض وفجر نفسه علشان يبقى زي ما هو صلاح الدين. جمع غيظه تحت هدومه ودخل وسط كلاب الارض وفجر نفسه علشان يبقى زي ما هو صلاح الدين. لكن ساب في القدس رسالة بيقول فيها انه حزين علشان جيشه ما كانش معاه، جيش حطين، وبيطلب من الناس اللي بيدعوا في كل صلاة لو طلبوه تاني ينصرهم
لما يقولوا يا الله رجع لينا صلاح الدين، لازم يدعوا كمان ويقولوا يا الله عايزين جيشه يكون وياه، علشان احنا مش فاضيين، مش هنسيب المال والجاه، مش هنسيب الدنيا الحلوة ونمشي وراه. يا الله لازم جيشه يكون وياه، يا الله لازم جيشه يكون وياه.